السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وما النوم العرض. فيلم الليلة ليلى. كلمة ليلى دي عمل عليها 100 فيلم. ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأكابر، ليلى بنت الشعب. أنور وجدي ظبط الدنيا مع ليلى مراد. دي الفيلم اللي معانا النهارده، ليلى بنت الفقراء. هي البنت غلبانة، هتعزمها واحدة سامية عندها في البيت في حفلة، وهتقدمها للناس ولخطيبها انور وجدي على انها بنت درويش باشا، الباشا الكبير، وعندها فلوس. والناس كلها هتعرف ان هي ايه، يعني بنت باشا وسريه جدا جدا جدا. ولكن هتلف الايام وهيعرف بعد كده ان هي ايه، فقيره. هيفتكروا ان هي اللي خدعته، لكن لما يعرف اللي حصل فعلا، وان الست السريه اللي راحت لها في حفلها هي اللي عملت الفيلم ده، هيحبها ويرجع لها تاني، وفي النهايه هيتزوجها. هي سلسله مجموعه من الافلام، وسلسله عملها انور وجدي نفسه، نجح فيها فعلا والناس حبتها. والميزه اللي فيه انه ما طولش، يعني لان لو طول كانت هتزهق من الموضوع ده، يعني من النوعيه دي اللي هو ايه، ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت مش عارف ايه، ليلى ايه ليلى ايه. انا وجهي بقى في الفيلم ده واخده ايه، من بابه. يعني ازاي هو المؤلف جاي كده في التاليف وفي الاخراج وفي كل حاجه. في فيلم مثلا زي فيلم دهب اللي كان عامله، هو كان مثلا بيقوم بيه من بابه خالص، برضه تاليف واخراج وسيناريو، كل حاجه كان قايم بيها. وكان دايما يقول لك ايه، انا عايز المال ومش عايز اي حاجه تاني. ربنا اداله المال، لكن خد منه الصحه ومات بمرض، مش يعني المرض الوحش يعني. ليلى مراد قامت بالدور ببراعه. دي سلسله بقى من الافلام بتاعتها اللي ايه، اللي يعني اللي قربتها للجمهور، والجمهور حباها فعلا. لشكلها، لحلاوتها، والاحلى من كده كمان صوتها عذب جدا جدا جدا. الناس كلها اتلموا عليها. وكل دايما الافلام معاها مع انور وجدي ما هي الا ايه، يعني ضرب وبعدين تتحل المشكله ويتجوز في الاخر، ضرب تحصل مشكله يتجوز في الاخر. سلسله جميله جدا جدا من الافلام. ارجو ان فيلم النهارده اللي هو ليلى بنت الفقراء ينال اعجابكم، ومزيد من الشير واللايك. وارجو منكم ايه، يعني حث الجميع من اصدقائكم على مشاهده القناه، وانا متاكد ان اللي هيشوفها لازم هيشترك فيها باذن الله تعالى. مش امر ولا حاجه، لا يعني نظرا لان القناه الحمد لله محققه وجميله، وده باراء كل المشتركين فيها، اللي وصل حوالي دلوقتي 8000 مشترك معايا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.